بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنتكلم النهارده عن مباراة منتخب مصر وملاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 اللي هتتلعب في كوت ديفوار. قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمني بلايك وتصلي على النبي في كومنت. بسم الله الرحمن الرحيم. المباراة انتهت بفوز منتخب مصر 4-0. أحرز أهداف منتخب مصر طارق حامد، عمر مرموش، محمد صلاح، أحمد سيد، زيزو. روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر بدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي حارس مرمى، محمد هاني باك يمين، محمد حمدي باك شمال، اثنين قلبين دفاع، محمد عبد المنعم واحمد حجازي، اثنين في نص الملعب على الدايره، محمود حماده وطارق حامد، قدامهم احمد سيد، زيزو، محمد صلاح وعمر مرموش، وراس حربه وحيد مصطفى محمد. المباراة زي ما قلنا انتهت بنتيجة 4-0 لمنتخب مصر. منتخب مصر رفع رصيده للنقطة 9 في صدارة المجموعة بالتساوي مع غينيا اللي فازت على امبارح على اثيوبيا 3-2، ولكن منتخب مصر احرز اهداف اكثر ودخل في اهداف اقل. منتخب مصر اول 3 اهداف احرزهم في الشوط الاول، في الدقيقه 6 طارق حامد، في الدقيقه 16 عمر مرموش، في الدقيقه 20 محمد صلاح، واحمد سيد زيزو احرز الهدف الرابع في الشوط الثاني. فيتوريا يحسب له ان منتخب مصر لعب باريحيه، لعب هادي، بيلعب كره على الارض، مفيش تطفيش، مفيش رعونه، مفيش تسرع. لعبنا والحمد لله النتيجه خدمتنا ان احنا احرزنا هدف بدري في الدقيقه 6. هدف طارق حامد كان مؤثر جدا، في سيطره في نص الملعب، في جبهه يمين، في جبهه شمال، بنلعب بثقه. اي نعم كان في بعض الهفوات الدفاعيه لكن محمد الشناوي طلع واحده وطلع على اللاعب اللي بعد ما الكره اتلعبت في ظهر محمد عبد المنعم، بس محمد الشناوي طلع قفل عليه واللاعب لعبها عاليه، والحمد لله محمد الشناوي اتخبط في المهاجم، بس الحمد لله قام سليم. كان في بعض الكور كده بس الحمد لله يعني ربنا ستر وعدت على خير، والحمد لله ان احنا كنا الكوره اللي بنروح بيها بنسجلها. احنا رحنا باكتر من كوره فسجلنا بدري بدري، يعني في الدقيقه 6 جون طارق حامد ريحنا قوي، الدقيقه 16 جون عمر مرموش ريحنا اكتر، الدقيقه 20 جون محمد صلاح الثالث الهدف الملعوب الجميل ريحنا على الاخر وخلانا لعبنا بثقه، والحمد لله. روي فيتوريا طريقه لعبه كويسه جدا، خلانا بنلعب كوره على الارض، حولنا من منتخب باصي لصلاح لصلاح اللي بيباصي. روي فيتوريا بيلعب في حته في نص الملعب تريكه كده، انه بيخلي زيزو محمد صلاح يستلم الكوره يدخل في قلب الملعب، فزيزو بيروح يمين، محمد صلاح يستلم الكوره بيخليه فري او يدخل في قلب الملعب صانع العاب راس حربه تاني، وزيزو بيروح يكمل ناحيه اليمين، جابها زيزو محمد هاني، وجابها التاني محمد حمدي وعمر مرموش، ويعتبر في قلب الملعب او راس حربه تاني. بعد مصطفى محمد بيجي محمد صلاح وبيكمل معاهم من تحت طارق حامد ومحمود حماده، ويعني خلاص بقى خلى الباكين هم صناع لعب زي محمد هاني ومحمد حمدي. الحمد لله محمد هاني كان كويس جدا في الماتش ده، قدرنا نخلص الماتش بدري بدري ونتصدر مجموعتنا. الطبيعي اننا نكسب الماتش ده 4-0، بس كلنا ما كناش مطمنين، خصوصا ان المباراه اتلعبت في الصيام واتلعبت الساعه 3 العصر واحنا عندنا عقده من الوقت ده، وده طبعا لازم اللعيبه تتعود على الوقت ده. ولكن احنا الماتش الاولاني اللي كان في الدفاع الجوي المستوى ما كانش كويس من منتخب مصر، برغم ان انا قلت في الفيديو اللي قبل ده ان منتخب مصر بتاريخه ببطولاته بلاعيبته المحترفه معانا نجم عالمي. احنا معانا نجم عالمي اسمه محمد صلاح، وده يفرق كتير قوي معانا في اي ماتش واي بطوله بندخلها. فالحمد لله قدرنا نلعب ونفوز 4-0 بنتيجه كويسه جدا. اعتقد ما شفتش النتيجه دي من زمان لمنتخب مصر بره ارضنا، خصوصا مع كيروش وكوبر. كده طلعنا من تصفيات افريقيا من النيجر، من افريقيا الوسطى، اتغلبنا من ليبيريا، فالماتشات دي ما كناش بنكسبها بره مصر، فدي تحسب لروي فيتوريا. وان شاء الله نشوف المستوى المميز ده من روي فيتوريا قدام الفرق الكبيره. مش هنتكلم بقى احنا بنقول من ملاوي منتخب ضعيف والفرق كبير جدا، ولكن لما يكون لينا طريقه لعب واسلوب لعب مميز، بتلعب بجبهات من ناحيه اليمين ناحيه الشمال، بتخلق فرص كتير، بتحرز وبتسجل، بالباك اليمين بصانع لعب، الباك الشمال صانع لعب، محمد صلاح بقى عنده حريه في الملعب، ما بقاش المنتخب كله باصي لصلاح هو اللي يصنع. محمد صلاح بيفرق معانا كويس جدا، ده لاعب عالمي، لاعب مصنف من احسن 5 لعيبه على مستوى العالم. فاحنا لازم نستغل محمد صلاح ولازم نركز دفاع وهجوم، ويحصل لروي فيتوريا زي ما قلت ان احنا بقينا بنكسب بره ارضنا. وهنشوف باقي الماتشات، لينا ماتش مع غينيا في غينيا وماتش مع اثيوبيا في القاهره، وان شاء الله نقدر نخلص الماتشين دول ونوصل للعلامه الكامله باذن الله. بباقي الماتشات احنا خسرنا ماتش واحد بس من اثيوبيا في اثيوبيا، فان شاء الله باقي الماتشات هنكسب غينيا في غينيا واثيوبيا في القاهره، ان شاء الله نوصل للنقطه 15 باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.